السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال الناس مازال كيعانوا من العين ومن الحسد ومن السحر، اولا كيدير الرقية وكيطيح وكيهضر داكشي اللي فيه وكيتعذب. وبزاف ديال الناس كيبقى يمشي كيتبع الرقية، كيمشي لمراكز الرقية، كيبقى يتبع العلاجات، ولكن كاين شي حوايج ما كيديرهمش. وهاد الحوايج هادو غادي يقدروا يساعدوه. ممكن هادوك الحوايج غادي يكونوا السبب في الخروج ديال هداك الجنين اللي عندك، ولكن ما كنظنش غادي يكون شي واحد غادي ينصحك بهم. ما كنظنش غتمشي عند شي معالج وغيقول لك واشنو غدير واشنو غدير باش تنفع. اغلب هاد الامور اللي غادي نشارك معاك دابا، نشارك معاك شي معلومات اللي ممكن انت غديرهم في دارك وغادي يكون لهم تاثير كثار ما كدير الرقيه عند الراقي. حيت راه بزاف ديال الناس كيمشيو كيتبعوا جلسات الرقيه وكيتبعوا، وفي الاخر كيقول لك واه باقي انا كنعاني، باقي كنتبع، لان المشكل عندك انت. لانه ملي كدير جلسه الرقيه عند الراقي مثلا، شحال تقريبا هاد المده ديال الحصه غتكون؟ نص ساعه، الا طولت كاع غيدير معاك هذا الراقي ساعه. ولكن انت غتمشي للدار غتجلس واحد سيمانه 15 يوم ولا شحال، عاود تجي عاوتاني دير حصه اخرى. راه في هذيك 15 يوم وسيمانه وشحال كتجلس انت من بعد حصه وحصه، الشيطان عندك راه مرتاح. راه في هذيك الساعه اللي كدير، في هذيك الحصه اللي كتجي كدير في هذيك الساعه، راه الشيطان عارف انك غتمشي وغادي يرتاح. واحد 15 يوم، واحد السيمانه تقريبا غادي يرتاح. ولكن انا غنشارك معك شي معلومات اللي تخلي هذاك الشيطان عندك ما يرتاحش. انت تعذبه في الدار، انت تحاول تعذب هذاك الشيطان في الدار بلا ما نطول عليكم. اول حاجه شنو غدير؟ اسمعني مزيان وتبع. الا كنتي مريض دير هذه الطريقه هذه نقول لك. كان عندك شي واحد في العائله مريض كيطيح مسكين كديروا ليه الرقيه، دير ليه هذه الطريقه هذه وجربها. ان شاء الله تعالى غادي تنفع بها، وغتكون وسيله للضغط على ذاك الشيطان. غتجيب غير الستيلو بحال هذا. شتي غير هذا الستيلو هذا؟ ها هو ستيلو عادي، كيما بيكون اللوح ديال الستيلو. يعني ماشي ضروري يكون حمار، ولا كيما بيكون عندك ستيلو. غتشري اي ستيلو، هذا الستيلو راه موجود يعني تقريبا. هاد الامور راه موجوده. اي واحد دابا في الدار راه عنده ستيلو. كاين اللي عنده 4 ستيلوات، 6 ستيلوات. ها هو ستيلو، غتاخذ غير ستيلو وغتجيب هذاك الانسان اللي مريض، ولا الا كنتي انت براسك مريض وغدير هاد الطريقه انت نيت براسك. غتجلس اسيدي بحال هكا وغتغمض عينيك وغتبقى تقرا ايه الكرسي. آية الكرسي تقراها وتعاودها، تقراها وتعاودها، تقراها وتعاودها. ما غاديش نقول لك 7 مرات ولا 10 ولا لا، غير قراها وعاودها. وفي نفس الوقت تاخذ الستيلو بحال هكا. انت هذا الستيلو، هي الشوكه ديال الستيلو. اشنو غدير؟ غتجي للجبهه ديالك، غتجي لهنايا للجبهه. اشنو غدير؟ غتاخذ الستيلو وغتبقى دير بحال هكا. انت راه مغمض عينيك، وفي نفس الوقت كتقرا ديك آية الكرسي وكتعاودها. وغتجي تبقى تضرب هنايا هذا بلايص هذا، الجبهه ديالك كلها بحال هكا. شتي مجرد هاد الستيلو غديرو هنايا، غتحس بهداك الشيطان ديالك كيتعذب في الداخل ديالك. غتحس بهداك الشيطان كيتمحن، رغم انت راه كضرب غير بشويه، ولكن كتحس بحال شادو كدق هذاك الستيلو بجهد في الجبهه ديالك. هاد الطريقه مجربه، وهاد الطريقه راه بزاف ديال الشياطين نقول لك، بزاف ديال الشياطين خرجوا غير بهاد الستيلو هذا، بلا رقيه بلا حتى حاجه. غير بهذا الستيلو هذا. علاش؟ حيت كتمشي ليه للبلاصه ديالو، ملي كتورك ليه على البلاصه ديالو وكتجبرو وكتخليه باش يخرج. فهاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي كيشدوها بزاف الشياطين اللي عندهم المرضى واللي عندهم دوك الكبار. يقول لك انا ما نخرجش منها وانا كندير وانا. جي ليه لهاد الجبهه هنايا، وجيب ستيلو بحال هكا ودير بحال هكا، وقرا ديك ايه كرسي كررها وغمض عينيك وضرب هنا وتشوف. غير ضرب خفيف، راه ما كنقولش ضرب بجد، راه غير شويه. والله تعالى تحس بواحد الالام، وتحس بواحد الضغط، وتحس بهذاك الشيطان عندك كيتجبد وبغي يخرج. تحس به صافي بغي يهرب منك. حيت هاد البلاصه هادي كتاثر عليه بزاف. ركز عليها. وإلا جاب الله كنتي كدير بحال هكا واكتشفتي ان شي بلاصه كتورك عليها وكتحس بها مجهده بزاف، كتألم فيها بزاف، ركز عليها، عاود رجع لها وركز عليها مزيان. وعاود دير لها بحال هكا مزيان. هذيك البلاصه، هذيك راه هي بلاصه في كيكون فيها هذاك الشيطان. فانت الجبهه ديالك كلها خدم عليها مزيان. ما تاخذ منك والو، اخذ 3 دقائق 5 دقائق ما كاينه كاع. وغتحس باذن الله عز وجل هذاك الشيطان عندك شعله فيه العافيه، وكتعدو بهذه الطريقه وديرها يوميا بحال هكا. هذاك الشيطان اللي عندك كون على يقين راه ما بقاش غادي يحمل هذاك الجسم ديالك، ما بقاش غادي يستحمل هذاك التعذيب اللي كدير ليه. وهنا غادي يضطر انه غادي يخرج منك باذن الله تعالى. فراه امور بسيطه، حاجه سهله، ولكن المنافع ديالها قويه. وراه بزاف ديال الناس كيشوفوا هاد الامور كيديروها في مراكز الرقيه. ملي كتمشي كطيح كتصرع، الراقي كيحاول يدير معاك وسائل الضغط بالستيلو، سواء كيضغط عليك في الرجلين ولا في اماكن معينه في الجسد. وكتشوف الفرق ديالها انه راه فعلا كتاثر بهذيك الطريقه وكتعذب بها، وداك الشيء اللي فيك كيتعذب.
طريقة زوينة جربها أنت في الدار، خفيفة ما فيها لا ألم لا والو، وغتشوف بإذن الله تعالى الفرق والنتيجة بإذن الله عز وجل. كان معكم الراقي أبو خالد مغربي. بالنسبة للناس اللي كيسولونا دائما على المراكز، راه عندنا مركز في الدار البيضاء وعندنا مركز في مراكش، اللي بغى يجي إن شاء الله تعالى مرحبا. الأرقام دائما كنخليهم لكم في الفيديوهات ديالي كاملين، نلقاكم في شي فائدة أخرى وفي شي معلومة أخرى. وراه هذا الستيلو هذا راه كاين بزاف ديال البلايص كتضغط فيهم على الجسم وكيكون فيهم التأثير بإذن الله تعالى. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.